خصنا نستهلكوا في رمضان اقل من الايام العاديه. نقتصروا على وجبتين، وجبة الفطور ووجبة السحور. يعني ادخال الطعام مع الطعام تيضر الصحة. وجبة الفطور تكون متوازنة، فيها البروتينات، فيها الدهنيات، فيها الكربوهيدراتات، ولكن باعتدال. نبعدوا ما امكن من الاكلات المقلية والمعسلة، لان السعرات الحرارية ديالها مرتفعة، وبالتالي تيصعب الهضم ديالها وما تتخليناش العمليه ديال الالتهام الذاتي تنشط. ونكثروا من الخضر والفواكه، وما نساوش شرب الماء من لتر ونص الى 2 لتر يوميا. ونبعدوا من القهوه واتاي، لانها عندها واحد ليفي ديوريتيك ويمكن تؤدي لنا العطش خلال النهار. وجبات السحور في رمضان مهمه، خصنا نحافظوا عليها. وباش نقدوا النضوء نتسحروا، خصنا نعسوا بكري شويه وما نعسوش مباشره بعد الاكل. خصنا ناخذوا وجبه الفطور ونبقاو حتى السحور نعاود نتسحروا. الا خديتي وجبه العشاء خصك على الاقل تبقى واحد الساعه وثاني عاد تنعس او عاد تمدد باش يمكن الماكله تهضم. اما الا خديتي وجبه كبيره ونعستي مباشره غتنوض للسحور بصعوبه وغتصير راسك شبعان ما تقدرش تسحر. اذا نقتصروا على وجبه الفطور ووجبه السحور. والسحور ناخذ فيه اكله متوازنه، فيها بروتينات، فيها كربوهيدراتات بطيئه الامتصاص. ونبعدوا ما امكن من المشائل اللي حلوه بزاف، لانها تتؤدي الى افراز الانسولين وبالتالي تجيك السخفه من الصباح. لهذا بعض الناس يقول لك انا ملي تنتسحر تيجيني الجوع في الصباح. علاش؟ اما كليتي بزاف فوق الزائد في السحور، او لا كليتي من المسائل اللي حلوه بزاف واللي تتهبط لك السكر في الصباح. وشعارنا دائما الاعتدال في الاكل، خصوصا في شهر رمضان.